بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم في الفيديو ده عن 6 مبادئ أساسية تتصدى لأسباب البراءة في التعامل في قضايا النقد الأجنبي. حدد قانون الإجراءات الجنائية مفهوم ضبط المتهم متلبس بجريمته، حيث نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية نصت وقالت أنه تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة أي بعد ارتكاب الجريمة بمدة قصيرة أو وقت قصير جدا. طيب، نص المادة قالت إن الجريمة تكون متلبس بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أشياء أو أوراق، مما يستدل على أن هذا الجاني هو الذي ارتكب الجريمة أو شارك فيها، أو يستدل أو إذا وجدت به في هذا الوقت علامات تدل على أنه شارك أو ارتكب هذه الجريمة. طبعا المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على حالات التلبس على سبيل الحصر، ولا يجوز وعدم جواز لا يجوز التوسع فيها عن طريق القياس أو التقريب. أول حاجة، تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة من الغير أو من المصدر السري لا يدل على لا يدل على توافر حالة التلبس. بمعنى إيه؟ إن مأمور الضبط القضائي عندما يتلقى نبأ الجريمة من شخص غير أو من المصدر السري، هذا المصدر السري لا يدل على توافر أو قيام حالة تلبس. دي أول حاجة. تاني حاجة، إن حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه. يعني إيه؟ حرمة المتجر، صاحب المتجر لو أن شقيق صاحب المتجر أذن للسلطات العامة بالتفتيش، هنا لا يملك هذا الإذن. ليه؟ لأن المتجر ده له صاحب، وحرمة المتجر بتستمد من اتصاله بشخص صاحبه. فلو أذن شقيق صاحب المتجر بالتفتيش، هنا يكون الإذن باطل لأنه لا يملك هذا الإذن، ومن ذلك قلنا أن حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه. ثالث حاجة، أن البراءة في التعامل في قضايا النقد الأجنبي بتتأسس تأسيسا على انتفاء حالة التلبس. حالة التلبس لو انتفت يكون قد انتفى البطلان قبل على تأسيسا على البطلان، يكون قد التفتيش والقبض يكون باطل. بمعنى البراءة في التعامل، طبعا النقد الأجنبي قضاياه كثرت أو كثيرا في الوقت الحالي، فلو هنا تأسس على البطلان على حالة التلبس، يعني لو ما فيش حالة تلبس، هنا القبض والتفتيش بيكون باطل، مما يؤدي إلى البراءة في التعامل في هذه القضية اللي هي قضية النقد الأجنبي. دي ثالث حاجة. رابع حاجة، إن المشرع أباح التعامل في قضايا النقد الأجنبي أو في التعامل في النقد الأجنبي ما دام أن هذا الشخص لم يتعامل فيه من غير طريق البنوك. بمعنى إيه؟ مثال على ذلك، لو أن شخصا كان في السفر في الخارج ونزل لمصر ومعاه بعض النقود الأجنبية أو النقد الأجنبي، راح يشتري عقار مع سمسار أو ما إلى ذلك. لو أن هذا السمسار أو المصدر أو مصدر ما أيا كان المصدر أذن أو نقل خبر للسلطات، فهنا التعامل صحيح، لأنه لا يحوز أو لا يتعامل في النقد الأجنبي، هو شخص يحوز النقد الأجنبي، والمشرع أباح التعامل في النقد الأجنبي ما دام لم يتم عن طريق البنوك. طالما بيتعامل مع البنك بس، فهنا التعامل أباحه المشرع المصري. بعد كده، دخول الضابط حانوت الطاعن، والحانوت ده زي متجر أو زي ماركت أو هايبر كبير. هنا دخول الضابط حانوت الطاعن عن طريق لما يتلقى النبأ أو لما يتلقى من المصدر السري نبأ بوجود جريمة، هذا طالما إن الضابط لم يشاهد أو ما تمش مشاهدة هذا الشخص يتعامل بالنقد الأجنبي، فهنا التعامل بيكون أو هنا التعامل دخوله هنا لو ما شافش الشخص بيتعامل بالنقد الأجنبي، يبقى هنا ما فيش حالة تلبس ولم تتوافر هناك الجريمة أو حالة التلبس. بعد كده
ان مخالفة الحكم هذا النظر وخلو الأوراق من دليل يوجب النقد والبراءة علة وأساس ذلك. بمعنى إيه؟ كل ما ذكرته سابقا، بمعنى ان الضابط او مأمور الضبط القضائي لو تلقى، زي ما انا اتكلمت، لو تلقى عن طريق المصدر السري ان هذا المصدر غير كافي لوقوع الجريمه او لمشاهده حاله التلبس، بعد كده قلت ان حرمه المتجر مستمده من حرمه صاحبه. بمعنى ان الشخص شقيق صاحب المتجر لو انه اذن للسلطات بالتفتيش هنا لا يملك، لان حرمه المتجر مستمده من حرمه صاحبه فقط هو الذي يأذن بالتفتيش. بعد كده قلت ان البراءه في قضايا التعامل في النقد الاجنبي تأسيسا على بطلان، لو حالة التلبس تأسيسا على بطلان حالة، لو ما فيش حالة تلبس يبقى هنا بطل من ثم بطلان القبض والتفتيش، مما يؤدي إلى البراءة في التعامل في النقد الأجنبي في هذه الحالة. بعد كده قلت ان دخول الضابط حانوت الطاعن زي، وقلت ان الطاعن لان الحانوت هنا زي المتجر، دخول الضابط وعدم مشاهدته للشخص بيتعامل في النقد الأجنبي لا يدل على توافر حالة التلبس ولا يدل على وقوع جريمة أو جريمة التعامل في النقد الأجنبي، حيث إن قضايا النقد الأجنبي تعددت وكثرت في هذه الآونة الأخيرة، وبذلك تكون هذه الأسباب زي ما أنا ذكرتها الست مبادئ الأساسية بتتصدى للبراءة في قضايا التعامل في النقد الأجنبي. شكرا.